الولاد جوه جمال قوي قوي مع كل الوجع اللي هم فيه. دايما اول حاجه واهم حاجه بشوفها واصعب حاجه ان انا بشوف ان شغلانه الام دي مش اي حد بيعرف يقوم بيها بطريقه صح في الزمن اللي احنا فيه مع الجنريشن اللي موجود دلوقتي. حتى ولادي لما بيسالوني انتي عملتي حاجات كتير، ايه اصعب حاجه فيهم؟ بقول لهم ان انا ماما. مش دايما بعرف تبقى الموضوع بالانس وابقى فيه توازن. بروح للايف كوتش، بكتب على قد ما اقدر، بركز قوي على الحاجات اللي بتبسطني حتى لو بسيطه جدا، افكر نفسي ان انا اعملها. لازم خلي بالك انت هي البطاريه ابتدت اللون الاحمر بان، فخلي بالك ابتدي يعني امليها شويه او على قد ما تقدري عشان تقدري تكملي. انا مع كل وقعه جامده في حياتي بحب قوي اعمل حاجه تشالنج بالنسبه لي. بتبقى في الاول بيج تشالنج وممكن اكون مش مصدقه ان انا هعملها، وافضل ماسكه فيها واخد ستيبس، ما افضلش واقفه في مكاني واكمل عشان اوصل للحلم اللي انا شايفاه من الاول. قلب كبير جالي بعد مي اختي الله يرحمها. هي كان شايفه فيا حاجه انا ما كنتش شايفاها، وده كان كبير قوي عندي، وحبيت ان انا اكمل الحلم بتاعها من اول ما ابتديت قلب كبير. وبجد زي ما قلت في البرومو، كلمه قلب معظمنا اول ما بيسمعها هي بجد بروفيسور مجدي يعقوب ومستشفى مجدي يعقوب للقلب. ومن يوم ما عملت قلب كبير وانا بحلم من الاول ان انا اروح هناك، بس ما حبيتش ابتدي اول سيزن في مستشفى عشان ما بقاش مصنفه في حته معينه. انا حبيت ان انا ابقى فن وايزي واصحاب. انا بقعد في عربيتي مع الولاد ونصور مع بعض قدام بيتنا which يعني حاجه فيري كده فاميليير. بس من الاول فعلا نفسي ان انا اروح مجدي يعقوب، اروح كل المستشفيات. اول ما شفت كامبين اسمها قلب كبير عاملينها مجدي يعقوب، فحسيت انها مسج، ونيتي كانت بصراحه من اول ما حطيت الفكره في دماغي وقلت يا رب لو خير تحصل ان يبقى ده السيزن كله صدقه لمي والابويا. الولاد جوه جمال قوي قوي مع كل الوجع اللي هم فيه. فتخيلي ان هو بيضحك وبيكلمك على حاجه وانت بتحاولي تضحكيه، وبعدين فجاه يفتح لي القميص بتاعه ويوريني جرح العمليه. اللحظه دي كنت حاسه ان انا لا خلاص انا مش عارفه امسك نفسي. وقد ايه هو يعني حبيبي اللي انا بتكلم عليه ده عبد الرحمن كان اكتر واحد قعد معايا من اول اليوم لاخر اليوم، يغني، بيضحك، بيلعب، بيحاول يبسطنا. عبد الرحمن بيحب عنان حنان مغضوبة تتوضب تد المستشفى عن مستشفى. الله الله الله. في ولاد كتير قوي بيبقوا مكسوفين كتير، وعلى حسب السن وعلى حسب الشخصية. بس أنا بحس الحمد لله يعني معرفش عندي حاجة من الحمد لله بتكلم معاهم شوية حتى قبل التصوير، خلاص بنبقى أصحاب وبيبقوا لذاذ جدا وبنقعد نحكي، وفي حاجات أوف كاميرا كتير بتبقى أحلى كمان. فعلى حسب الشخصية اللي قدامي. كنا متخيلين إن أنا مثلا لو سألتهم لو معاك حاجة، لو عندك لعبة وخلاص انت مش محتاجها، تتبرع بيها لحد تاني ولا لا؟ وفوجئت لما سألت السؤال ده ان هم حبايبي حتى لو عندهم حاجة بسيطة قوي هم راضيين قوي وحابين قوي يدوها لحد تاني. وده حسسني ان المسج اللي انا عايزة اوصلها ان بجد الولاد دول وغيرهم كتير محتاجين ان احنا بجد نتبرع. فعلا الفرع اللي في مصر في عائلات كتير، في طوابير هناك مستنيين ان هو يتفتح، والولاد دول ليهم حق علينا وعلى حق على كل واحد ان بجد لو مبلغ بسيط جدا الموضوع هيفرق معاه. اكيد انا عندي مراحل مختلفة، ده ضاف لي كتير في قلب كبير. وانا قبل قلب كبير وقبل كل ده انا كنت بشتغل في حضانة مدرسة 9 سنين. انا بعشق الاطفال، يعني بحس ان انا لما بتعامل معاهم من الحاجات اللي بتملى بطاريتي. التعامل معاهم او الشغل معاهم انتي ولا محتاجة اقنعة، وبتتعاملي مع حاجة صافية كده. يمكن اخر سيزن ده عجبني قوي وانا بتكلم مع ولد اسمه عبد العزيز، وبعدين بقول له تحبي مين اكتر حد؟ لقيته بابا ماما اللي متوقعاه، وبعدين في النص قال لي وعبد العزيز. قال لي انا بحب عبد العزيز قوي. احنا
بتكلم عن مها او عن جيلي، بحس ان احنا اتعلمنا ان احنا يعني ايه نفهم نفسنا ونحب نفسنا واحنا كبار للاسف. عجبني قوي، هو حبيبي عنده 13 سنه وبيقول لي انا بحب عبد العزيز. دي اهم حاجه، اهم حاجه ان انت تحب نفسك عشان تقدر تحب كل الناس اللي حواليك. هم علموني كتير. انا بحس ان الاطفال بجد مدرسه، مهما تقعدي معاهم كان حاجه فن او حاجه بجد انت هتتعلمي كتير قوي. بحس ان انا احلامي الحمد لله ما بتخلصش، ومسجز ربنا الحاجات اللي عايزني اركز عليها بحسها هايلايتد كده، والحمد لله بكمل. فعندي احلام كتير قوي وعندي حاجات كتير قوي لسه عايزه اعملها، ويمكن توجت قلب كبير بان انا رحت مستشفى مجدي يعقوب للقلب، وعارفه ان دي هتبقى خير لحاجات تانية كتير انا عايزه اعمله. انا عايزه اروح اماكن كتير، اقعد مع اولاد اطبطب عليهم واوري الجانب ده للناس انه هم مش محتاجين غير شويه طبطبه، وان لو في قدرتك ان انت تتبرع بحاجه يا ريت.